السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الكرام، متابعي قناة عالم الأسعار، يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. أخبار مصر الهامة والعاجلة اليوم الاثنين 12 أغسطس 2024، وإليكم العناوين. أول تعليق من الكهرباء على حريق محطة محولات إيتاي البارودي مقابل 3.5 مليون جنيه مفاجأة بشأن تنازل أسرة ضحية عصام صاصة، إحداها 7 مليون دولار. صور وأسرار أغلى حقائب اليد النسائية في العالم. الزمالك يكشف حقيقة صدور قرار بحبس أحمد فتوح وينعي الفقيد. مسؤول إسرائيلي واشنطن أبلغنا أن الوقت حان لوقف إطلاق النار. مصحف وكمامة وتيشيرت اسود، اول ظهور لعصام الكلبشات امام الجنايات. رصدت عدسة مصراوي الصور الأولى إلى مؤدي المهرجانات عصام صاصة داخل القاعة وهو يقرأ القرآن ويرتدي كمامة وتيشيرت أسود خلال انعقاد ثاني جلسات محاكمته أمام محكمة الجنايات في تهمة القتل الخطأ. وبدأت الدائرة 30 جنايات الطالبية بمحكمة جنايات الجيزة بزيهم اليوم انعقاد ثاني جلسات محاكمة مؤدي المهرجانات عصام صاصة في وقعة قتله خطأ مواطن أعلى الدائري حال قيادته مركبة سيارة تحت تأثير جوهر مخدر. وصل منذ قليل عصام صاصة مطرب المهرجانات إلى محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بزينهم لحضور ثاني جلسات محاكمتهم بتهمة القتل الخطأ وتعاطي المواد المخدرة والقيادة تحت تأثير مخدر. وحرص أصدقاء مطرب المهرجانات عصام في الظهور الأول له محبوسا. ورحلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة مطرب المهرجانات عصام صاصة إلى السجن المركزي في الجيزة بعد إلقاء القبض عليه في دبي وترحيله إلى القاهرة بتهمة دهس مواطن والتسبب في وفاته. ووقع صاصة على أمر إحالته للجنايات بتهمة تعاطي المواد المخدرة بعد ثبوت التهمة، والتي جاءت بعد اتهامه بدهس شاب على الطريق الدائري. اتخذت مدينة أمن الجيزة إجراءاتها حيال مطرب المهرجانات عصام صاصة عقب القبض عليه في مطار القاهرة قادمة من مدينة دبي. وتسلم ضباط مطار القاهرة الدولي مطرب المهرجانات عصام صاصة وسط حراسة أمنية بعد قدومه من دولة الإمارات، ومن المقرر أن يتم ترحيله إلى قسم شرطة الطالبية لحضور جلسة الأحد التي تنعقد في مجمع محاكم زينهم بتهمة تعاطي المواد المخدرة. كانت جهات التحقيق وضعت مطرب المهرجانات عصام صاصة المتهم بقتل سائق بالخطأ على الطريق الدائري بالجيزة من خلال دهسه بسيارته أثناء قيادة المتهم سيارته تحت تأثير المخدر على قوائم الترقب والوصول، وذلك لضبطه فور عودته من المطار. وكان مطرب المهرجانات عصام صاصة تم اتهامه بالقتل الخطأ من خلال قيامه بدهس سائق أعلى الطريق الدائري بالجيزة ما أدى إلى مصرعه، وذلك أثناء قيادة المتهم سيارته تحت تأثير المخدر. ونتابع. أي حد حيحلل حيطلع إيجابي. حشيش دفاع عصام صاصة يستشهد بوقعة أحمد فتوح لتبرئة موكله. استشهد دفاع مؤدي المهرجانات عصام صاصة بوقعة لاعب الزمالك أحمد فتوح في التحليل المبدئي. أي حد في القاعة لو حلل التحليل المبدئي حيطلع إيجابي. حشيش لافتا إلى أن جميع الأدوية المستخدمة بدون روشتة طبية تكون نتيجة العينة إيجابي. حشيش. والدفاع خلال ثاني جلسات محاكمة صاصة شكك في صحة التحليل والنتيجة، وأن تناول أقراص الإسبرين تظهر معه نتيجة تحليل البول المبدئي إيجابي. محامي مطرب المهرجانات قال إن المتهم يتيم وتقاضى أتعابه من أصدقائه، موضحا أن موكله سلم نفسه للسلطات في الإمارات بإرادته ولم يتم القبض عليه. وتابع أنا فرفرت يا فندم التحليل غير
علمي، وأي حد هيحلل وهيبقى إيجابي ويروح فيه داهية، والتحقيقات لم تأخذ سوى بالتحليل المبدئي حسب تعبيره. وعن واقعة التزوير رد الدفاع: أول مرة أشوف توكيل لمحامي أقر فيه المحامي بصحته أنه مزور. وعن واقعة القتل الخطأ قال المحامي: أهل الضحية تنازلوا عن القضية لأنهم سألوا عليه، وطلع غلبان. اللي قدامنا مش رجل أعمال، ده مغني بسيط طالع من 2 فقط، ومثال على بساطته. أول لما كلمني قال لي: يا عم محمد. أول تعليق من الكهرباء على حريق محطة محولات إيتاي البارود. أكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء أن حريقا اندلع بمحطة محولات إيتاي البارود، جهد 66 على 220 على 500 كافه ألف، التابعة لمنطقة الإسكندرية وغرب الدلتا لنقل الكهرباء، وليس بشركة الإنتاج، مؤكدا أنه لا توجد أي خسائر بشرية. وأوضح المصدر أنه لم يتم بعد معرفة سبب الحريق الذي تم السيطرة عليه، مشيرا إلى أن الحريق تسبب في انقطاع التغذية الكهربائية عن بعض المناطق بالبحيرة، ويجري العمل على إصلاح بعض المهمات وتوفير تغذيات بديلة حتى لا تتأثر المناطق بانقطاعات لفترات طويلة. وأشار إلى أن هناك جهود متواصلة بين وسط الدلتا والدلتا لإنتاج الكهرباء والبحيرة لتوزيع الكهرباء لتقديم الدعم والمساعدة بالفرق الفنية بمحيط المحطة تحت رئاسة المهندس محمد رياض رئيس منطقة الإسكندرية وغرب الدلتا لنقل الكهرباء. ونتابع سعر الذهب في مصر بنهاية التعاملات. استقر سعر الذهب في مصر بنهاية التعاملات عند مستواه بمنتصف تعاملات اليوم، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجاري. أسعار الذهب: استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 2307 جنيه للجرام، وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2966 جنيه للجرام، وسجل جنيه للجرام. وبلغ سعر الذهب عيار 21 3460 جنيه للجرام، ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 3954 جنيه للجرام سعر الجنيه الذهب. واستقر سعر الجنيه الذهب عند 27680 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه. ونتابع. نقابة الأطباء تحذر من الالتحاق بكلية الطب الوهمية: لن نقبل طالبا ب50%. حذرت النقابة العامة للأطباء أولياء الأمور والطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من الالتحاق، شدد على أن النقابة لن تعترف بخريج هذه الكليات ولن تقبل قيدهم بسجلاتها. يأتي ذلك بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة لعام 2024 والاستعداد لبدء المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات، إذ قالت النقابة أنه انتشرت في الآونة الأخيرة إعلانات لبعض كليات الطب الوهمية أن هناك حد أدنى للتنسيق بيعلنه المجلس الأعلى للجامعات للالتحاق بكليات الطب الحكومية، كما أن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة يعلن الحدود الدنيا للالتحاق بكلية الطب الخاصة والأهلية، وغالبا ما يكون بفارق نحو 10% من كليات الطب الحكومية. وأشارت النقابة إلى أن التحويل من أي كلية طب خارج مصر لكلية مناظرة خاصة في مصر يشترط استيفاء الطالب للحد الأدنى للتقدم للكلية المحول إليها عام وحصوله على شهادة الثانوية العامة، وأن يقضي الطالب 50% من السنوات الدراسية في مصر كحد أدنى. من جهته أكد نقيب الأطباء دكتور أسامة عبد الحي حاصلين على 50% ببعض كليات الطب الأجنبية في مصر أو خارجها، سواء في دولة ليبيا أو عدد من دول شرق أوروبا، لمخالفته مبادئ تكافؤ الفرص والمواد المؤهلة للقبول بكليات الطب، كما أنه يمثل كارثة على النظام الصحي، لافتا إلى أنه قد يؤدي في المستقبل لوجود أطباء حاصلين على شهادات دون التأهيل المطلوب، مما يؤثر سلبا على المهنة وعلى المريض المصري. وطالب دكتور أسامة عبد الحي المجلس الأعلى للجامعات بالنظر في تعديل الشروط المطلوبة لمعادلة شهادات كليات الطب الصادرة من خارج مصر، موضحا أن بعض الطلاب قد يستكمل
يكملون الدراسة في هذه الكليات ثم يتوجهوا إلى المجلس الأعلى للجامعات لمعادلة هذه الشهادات، ومن ثم يمكنهم الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة من وزارة الصحة وممارسة مهنة الطب. وشدد على أنه قبل البدء بمعادلة النظر إلى مجموع الطالب في الثانوية العامة والتأكد من دراسته للمواد المؤهلة لدراسة الطب كالأحياء والكيمياء والفيزياء في الثانوية العامة، أو ما يعادلها عن طريق تقديم شهادة الثانوية العامة علم علوم أو شهادة تثبت دراسته لهذه المواد. من جهته أكد أمين عام مساعد نقابة الأطباء دكتور خالد أمين ضرورة عدم السماح بفتح كليات طب جديدة ما لم تكن الكلية تمتلك مستشفى جامعي بعدد أسرة مناسب للتدريب، وذلك تنفيذا لتصحيح القانون، لافتا إلى ضرورة ربط أعداد الخريجين أيضا بسوق العمل. وأشار دكتور خالد أمين إلى ضرورة ألا يقل مجموع الطالب بالثانوية العامة أو ما يعادلها عن نسبة تتجاوز 10% من الحد الأدنى للقبول بكليات الطب الحكومية في نفس عام حصوله على الثانوية العامة. وبالنسبة للكليات الخاصة التي بدأت الدراسة بها فعليا تمنح فترة سماح 3 سنوات لتوفيق خريجيها من نقابة الأطباء. ونتابع اتصدم بالسيارة ليست دليلا على الخطأ، 4 دفوع من محامي عصام صاصة أمام المحكمة. وبكده نكون قدمنا لكم أخبار مصر الهامة والعاجلة اليوم الاثنين 12 أغسطس 2024. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.